بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا أعضاء هيئة التدريس في إعلان جديد بتاريخ 13/5/2023 وخاص بأصدقائنا في محافظة سوهاج العزيزة. الإعلان مصدره جريدة الأهرام المحترمة العريقة. الإعلان كان بيقول: وزارة التعليم العالي، المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية بسوهاج، معهد خاص بمصروفات، يعلن عن حاجته لشغل الوظائف التالية: أعضاء هيئة التدريس، أستاذ مساعد ومدرس. معاوني أعضاء هيئة التدريس: مدرسين مساعدين ومعيدين في التخصصات التالية: المحاسبة، إدارة الأعمال، الحاسب الآلي، الاقتصاد، الرياضة والإحصاء وتأمين، قانون مدني وتجاري في الشعب الآتية: نظم معلومات الأعمال والتجارة الإلكترونية. الشروط: يشترط في المتقدم لشغل هذه الوظائف أن يكون مستوفيا للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المصرية وتعديلاته. تقدم الطلبات باليد باسم السيد الأستاذ الدكتور عميد المعهد خلال 15 يوما من تاريخ النشر، ويرفق بالطلب صورة المستندات التالية، وذلك بالاستمارة 167 عين ح. كمان هنقدم صورة شهادة الدكتوراه، بيان بالتدرج العلمي والوظيفي للأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس. بالنسبة للمدرسين المساعدين أن يقدم ما يفيد الحصول على درجة الماجستير. بالنسبة للمعيدين أن يكون حاصلا على البكالوريوس بتقدير جيد جدا على الأقل طبقا للمجموع التراكمي، ويجب تقديم الشهادة المؤقتة، اللي هي شهادة تقديرات للسنوات الأربع، وشهادة المعادلة بالنسبة للحاصلين على مؤهل من الخارج أو من جامعات غير حكومية. بالنسبة للأستاذ ألا يزيد السن على 65 عام. بالنسبة للأستاذ المساعد ألا يزيد السن على 55 عام. بالنسبة للمدرسين ألا يزيد السن على 45 عام. بالنسبة للمعيدين ألا يزيد السن على 27 عام، والمدرسين المساعدين ألا يزيد السن على 37 عام. كمان مطلوب موافقة جهة العمل على التقدم للإعلان. مطلوب صورة شهادة الميلاد، الموقف من التجنيد، بطاقة الرقم القومي، عدد 6 صور شخصية حديثة. لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل وبعد الإعلان وغير المستوفية، علما بأنه سوف يتم إجراء مقابلة شخصية لمن يقع عليهم الاختبار. طبعا في الإعلان ده يا جماعة مش منزل ولا ميل ولا تليفونات للتواصل، هو بيقول عليك التوجه شخصيا لمقر المعهد وتقديم الأوراق هناك بنفسك. في النهاية بنتمنى التوفيق للجميع. تابعونا باستمرار وانتظروا معانا كل جديد. أي إعلان إن شاء الله هنلاقيه في أي مكان هننزله على طول. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.